الأزهرية بالفيوم في إنهاء النزاعات بين العائلات والقضاء على الخصومات الثأرية بينها، حيث قامت اللجنة بإنهاء الخصومة بين عائلتين بقرية المحمودية مركز إطسا. وتم الصلح بنقابة المعلمين بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وعلماء الأزهر والأوقاف، وتحت رعاية وزارة الداخلية والقيادات الأمنية بالمحافظة. وقد بدأت جلسة الصلح بالسلام الوطني ثم تلاوة قرآنية تبعها كلمة للشيخ خالد القيس أمين عام لجنة المصالحات حول أهمية التصالح والسلام ودورهما في استقرار المجتمع. قعدنا طبعا أكتر من جلسة صلح بينهم، الناس استجابوا للصلح واستجابوا للجنة المصالحات، لأن احنا عندنا لجنة مصالحات ناس أكفاء جدا، مكونة من طبعا رجال الأزهر الشريف، من الوعظ مدير عام الوعظ، والشيخ خالد القيسي طبعا ده امين عام اللجنه بالنسبه للازهر الشريف. معنا الساده العمد، العمده خاطر، وكان معنا العمده ابو طالب، وكان معنا الحاج احمد يونس، وكان موجود معانا الاستاذ مصطفى مؤمن. ناس محترمين جدا وعلى قدر عالي من الاخلاق. وطبعا هم همهم الوحيد في كل مشكله يدخلوا فيها ان هي تخلص بما يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله احنا كن بدايه خلال شهر من يعني مضى بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا اكرمنا بفضل نزاع 5 حالات سأرية راح ضحيتها 6 أفراد، آخرهم الحادثة دي اللي هي بتاعة الموالك بمركز إطسا. دول أولاد عم أشقاء. لما اتصل بينا أخو المرحوم بإذن ربه سبحانه وتعالى على الفور تم تشكيل اللجنة، وتشكلت لجنة بالأزهر الشريف. ويعني كان معانا مصطفى بيه مؤمن والي، وكان معانا العمدة أبو طالب، الحاج أحمد يونس، الدكتور صفوان اللي قام بجهد كبير، فضيلة الشيخ محمود عبد الستار، الشيخ علي صلاح. في وقت وجيز جدا كانت أسرع حالة، لأنهم أولاد العم كانوا متجاوبين، بينهم الحب والمودة، لكن تدخل بينهم الشيطان عياذا بالله. الناس يعني تنازلوا عن الدية. كان في حاجات بينهم كده في الأرض والمباني تم الفصل فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. اللجنة يعني إحدى اللجان التي أنشأها الأزهر، الدور الاجتماعي الذي يقوم به الأزهر. يعني الأزهر دايما طبعا له تاريخ كبير وله دور كبير في هذه المصالحات. وإن احنا جالنا الأخ القتيل، جالي أنا شخصيا واتصلت بالشيخ خالد وبعثت له الشيخ خالد. الشيخ خالد اللجنة قامت وتحركت وقتلت الفتنة وتم الصلح. حصل طبعا ان كان في مشكلة بين اولاد العم في عيلة اسمها عيلة خلاف زايد. العيلة دي في بلد اسمها الموالك تتبع عمودية المحمودية في مركز إطسا. والحقيقة يعني أهل الخير في المحمودية يعني سعوا سعي كبير جدا لغاية ما قدروا يقنعوا الطرفين ان هم يقعدوا في قعدة ودية ويتفاهموا في قصة الدية وتقديم الكفن. وفضل الله وبمجهود جميع الأخوة الأئمة. استغرق قد ايه بقى المداولات للوصول للصلح ده؟ وقد وجه الحضور الشكر للقيادات الأمنية لدورها الكبير في إتمام التصالح، وكذلك الشكر للعائلتين لاستجابتهما. وخلال الجلسة تم تسليم الكفن وتبادل التهاني ووضع شرط جزائي 2 مليون جنيه لمنع الخلافات بين العائلتين.